أستاذة ميرفت بتقول إن هي مخطوبة، بس من ساعة ما اتخطبت وهي كأنها مش مخطوبة، خطيبها كأنه موجود ومش موجود، حاسة إن هو من ساعة ما اتخطبوا وهو مش مهتم بيها وزعلت. نادرا ما بيكلمها، نادرا ما بيسأل عليها، نادرا اصلا ما بيطلب يقابلها، وحاسه انه على طول واخد جنبه وكأنه مش طايقها. وفي نفس الوقت تيجي ميرفت تانية غير ميرفت الاولانيه تقول ان هي اتعرفت على شاب في الشغل وكانوا كويسين جدا ولذاذ مع بعض وكان معجب بيها وكان منجذب لها. اول ما جت تبان له الانجذاب ده او الاعجاب ده بدأ يجيب ورا وعمال يختفي كل شويه من غير هدف ومن غير مبرر ومن غير اي اسباب واضحه. ايه بقى الحوار اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده؟ هي دي حاجة انتشرت الفترة اللي فاتت وكانت ترند جدا رغم ان هي حاجة معروفة من زمان، وهي فكرة نمط التعلق التجنبي او الافويدنت اتاتشمنت. الفكرة انه النمط ده شوية عكس النمط القلق. بس هو يعني ايه اصلا نمط تعلق تجنبي؟ هو شخص يبقى عايز العلاقة جدا بس في نفس الوقت بيخاف جدا جدا من القرب العاطفي، حاجة كده شبه انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك بس هبعد. هو كده. وده ليه؟ لانه بكل بساطة بيبقى فاكر انه كده بيحافظ على مساحة امنة لنفسه، حاجة كده اشبه بالكومفورت زون. طيب مظاهر ده ايه؟ الفكرة انه في ناس كتير ممكن يبقى عندها بعض السمات تعتقد ان ده نمط تعلق تجنبي، ولكن هي لازم تبقى ايه؟ ولكن هي المفروض تبقى مجموعة من السمات في الشخص عشان نقدر ساعتها نقول ان هو نمطه تجنبي او لا، او ان فعلا في هنا مشكلة في التجنب او لا. طيب زي ايه السمات دي؟ زي فكرة الهروب وقت القرب العاطفي، اول ما العلاقة تبدأ تدخل في الجد يقوم ينسحب. طب دخلت ليه في العلاقة من الاول؟ زي ما قلنا ان هو اصلا محتاج العلاقه فعلا او محتاج فكره ان يبقى في حد في حياته، ولكن مش قادر يتعامل مع فكره القرب العاطفي فبيبتدي ينسحب او يبتدي يجيب ورا. اول حاجه الشائعه جدا اللي بتحصل فكره ان هو يختفي، فكره الجوستنج، واللي بتجنن بنات كتير جدا جدا جدا. اول ما تبدا تعجب بالشخص اللي هو اوريدي معجب بيها تلاقيه اختفى. طب ليه من الأول؟ وده لأن القرب بالنسبة له بيحرك الخوف عنده من المشاعر ومن الالتزام أصلا. فكرة الفير اوف كوميتمنت اللي موجودة عند ناس كتير جدا دلوقتي في الغالب بتبقى موجودة عند التجنبي. السمة التانية عند التجنبي فكرة صعوبة التعبير عن المشاعر. هو ممكن يبقى جواه مشاعر بس صعب جدا جدا ان هو يعبر، فممكن يبقى حاسس تجاهك إحساس كويس بس مش هيقولك، فانت بقى تفضلي تتشهي وتتهبدي وتتحطي وتجري وراه وتعملي ما اعرفش ايه، وتبقي عايزه تعرفي هو ليه متجنبك او هو ليه ما بيقولكيش كلام حلو. هو حاسس تجاهك باحساس كويس مش عارف يقول. وبنسبه كبيره كمان المشاعر اللي عنده دي لا هو بيكون فاهمها ولا عارف يعبر عنها ولا كمان بيديها حقها، وهي دي المشكله الرئيسيه. الحاجه الثالثه هي تضخيم فكره الاستقلال، اللي هو انا كويس لوحدي، انا عايز اعيش لوحدي، انا مش عايز حد في حياتي. في ناس كتير فعلا بتحب ده، بس لو هم بيحبوا ده من غير السمات التانية ففي الغالب هم ما عندهمش التجنبية دي أو حاجة، ولكن ده بيكون راحتهم أو اختيارهم. لكن مع التجنبي هو فعلا بيبقى عايز حد لكن بينكر ده. الحاجة الرابعة فكرة الهروب من المواجهه، زي ما قلنا من شويه، فكره الجوستنج، فكره ان هو يقرر ما يدخلش نقاشات بتحصل ساعات اللي هي موضوع قلب الترابيزه ويبدا ينسحب هو، او فكره ان هو اصلا يغير الموضوع خالص. الحاجه الخامسه هي التركيز على عيوب الشخص اللي قدامه. اول ما يبتدي يحس ان هو منجذب او معجب بالبنت يبدا يطلع فيها اي عيوب، حاجه كده بنسميها بالبلدي حجج فارغه، ولكن بالاسم العلمي هي ميكانيزم دفاعيه عشان يحاول يحلق على مشاعره اللي بدات تنطلق وبدات تظهر دي. والسمه رقم 6 ان علاقاته بتبقى سطحيه او غير مستقره، لذلك هو نادرا جدا جدا ما الشخص التجنبي ده هيخطب، او لو هي بنت نادرا ما هتوافق ان هي تتخطب اصلا او تدخل في علاقه رسميه. السمه السابعه ان هو بيبان قوي وبارد بس في الحقيقه هو متحفظ وبيتعامل مع مشاعره بطريقه كانها مش موجوده او بيتجاهلها. يعني نمط التعلق ده موجود عادي عند الجنسين بس في الغالب بيبقى شائع في الرجاله. وليه؟ لاسباب كتير جدا، منها اسباب اجتماعيه، فكره ان احنا اصلا من البدايه بنقمع مشاعر الرجاله، الراجل ما بيعيطش، الراجل ما بيعبرش عن مشاعره، الراجل ما بيعرفش بيعمل ايه، فبيطلع عباره عن صخره، خايف اصلا هو يعبر عن مشاعره فبيطلع تجنبي. وممكن ما يبقاش خالص من الطفوله، ممكن يكون بسبب تجربه هو خاضها فخرج منها تجنبي، حاسس ان القرب مثلا في العلاقات ما جابش معاه نتيجه فده انعكس عليه بعد ما مر بتجربه مثلا مش ناجحه ان هو بقى تجنبي. فالتعلق التجنبي ليه اسباب، ولكن زي ما ليه اسباب فليه حل. الحل هنا هيشمل طرفين، الطرف الاولاني هو الشخص التجنبي نفسه، والطرف التاني لو بنت او حتى راجل في علاقه مع شخصيه تانية تجنبيه برضه. فهنبدا الاول بصاحب الشأن، يراقب تصرفاته ويشوف ايه الحاجه اللي بتتريجر الاحساس ده جواه ان هو عايز ينسحب، عايز يهرب، الحاجات دي كلها. فده اصلا بيبدا بالوعي، هو لو ما عندوش وعي لا هيراقب
ولا هيلاحظ ولا هيشوف ان عنده مشكله اصلا. غير كده انه يبدا يسال نفسه اسئله منطقيه زي انا ليه حسيت كده، طب انا ليه عايزه ابعد، طب انا ليه قربت من الاول، طب انا اصلا العلاقه دي بالنسبه لي مهمه ازاي، طب انا فعلا عايز حد في حياتي ولا انا عايز اعيش لوحدي، طب فكره الاستقلال اللي انا عماله بضخمها دي هي فعلا مهمه بالنسبه لي وهي فعلا مناسبه بالنسبه لي، ولا انا بعمل كده وخلاص علشان اتجنب فكره ان انا اصارع او اجتهد عشان ابقى موجود في علاقه. الحاجه الثالثه ان هو يفرق ما بين احتياجه وما بين ضعفه، وده هيظهر مع الاسئله اللي هيسالها لنفسه، لانه برضو التجنبي ممكن جدا يعتقد ان احساسه بالانجذاب تجاه حد ده ضعف، فبالتالي هو محتاج يفهم ايه احتياجه وايه ضعفه اصلا. الحاجه الرابعه ان هو يتدرب انه يعبر عن مشاعره حتى مع نفسه، يكون واضح حتى من قبل ما يدخل اي علاقه. يعني هو خرج من علاقه واكتشف ان هو تجنبي، يبدا بقى يحاول يعبر عن مشاعره مع الناس اللي حواليه، ويحاول يكون واضح مع نفسه، ويحاول يعترف بمشكلته مع نفسه، عشان بعد كده لما يجي ان شاء الله يدخل علاقه بعد كده الموضوع يبقى اسلس شويه وما يحسش ان هو مطالب يقول كلام هو مش عارف يقوله. الحاجه الخامسه ان هو لما يبدا يتوتر ما يختفيش فجاه، لكن يكون واضح مع شريكه حياته ان هو محتاج مساحه امنه، والمفروض في الحاله اللي زي دي هي تبقى متفهمه النوع بتاعه او متفهمه ان هو بيحتاج يقعد لوحده فترات معينه. والحاجه رقم 6 والاخيره ان هو يشتغل على الموضوع ده من جذور. الموضوع ده بدا امتى وبدا ازاي وانا ممكن ازاي احله، ان موضوع نمط التعلق التجنبي ده ممكن يبدا من الطفوله زي ما قلنا، وممكن يبدا لما ندخل في علاقه معينه وتفشل بعد كده نخرج منها بالنمط ده. وناس كتير جدا ما بتعرفش النمط بتاعها، فممكن في الحاله اللي زي دي برضو يلجأوا المختص. دي حاجه لا هي عيب ولا حاجه فيها مشكله ولا حاجه هتسبب لنا اي ازمه، غير ان احنا هنفهم انفسنا اكتر وبالتالي هنقدر ننجح في علاقاتنا اكتر. الشق التاني بقى هنتكلم عن الطرف التاني، الشخصيه اللي ممكن تبقى موجوده مع شخص تجنبي سواء راجل او سواء ست. بس زي ما قلنا احنا في الغالب بنتكلم ان الرجاله هنا اللي عندهم النمط التجنبي، لان زي ما قلنا دي الحاجه الشائعه اكتر. اولا دي لو حاجه غير مريحه بالنسبه لك وانت مش عارفه تواجبيها فانت مش مضطره خالص تواجبيها، ولكن لو عندك الاراده او عندك استطاعيه او لو عندك القدره انك تتعاملي مع ده، ففي بعض التبس كده محتاجين نتكلم فيها سوا. اول حاجه زي ما قلنا هو شخص بيحتاج مساحات لنفسه، فما ينفعش نضغط عليه، فبلاش الضغط الزياده. تاني حاجه ان التواصل يكون هادي وفي نفس الوقت على رتم ثابت. الشخص التجنبي هيتوتر جدا لو انت شويه قريبه جدا جدا منه وشويه بعيده جدا جدا عنه، فانت المفروض رتمك يبقى ثابت وتبقي فاهمه ان هو اللي متغير، هو اللي شويه بيقرب بعد كده بيخاف وشويه بيبعد. ولكن زي ما قلنا هو في الحاله اللي زي دي لازم هو كمان يكون بيشتغل على نفسه. يعني النصائح دي انت بتاخديها في حاله ان الشخص اوريدي بيتعامل مع نفسه بشكل افضل. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا 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 جدا، انه انت لازم تتفقي مع الشخص ده على قواعد واضحه وصريحه. فكره الحدود، انا ايه اللي يناسبني ايه اللي ما يناسبنيش، انا ايه اللي بيضايقني في التصرفات اللي انت بتعملها. يعني فكره ان هو بيبعد مش لازم تقولي انا بتضايق منك لما بتبعد ومش عارفه ايه، لا، بكل بساطه انا بحس 1 2 3 لما انت بتبعد. في ناس كتير جدا لما الشخص بيبعد بتفضل انت سايبني لدماغي، انت سايبني لدماغي، فانا هفضل افكر بقى ده بيكرهني مش عايز يكمل معايا، ده بيخوني، ده ايا كان. فلذلك من البدايه خالص لازم نتفق على قواعد ثابته. طب انا بحتاج مساحات امنه، تمام. انا بحتاج اقعد لوحدي، تمام. طب انا في الحاله اللي زي دي هعمل ايه، طب انا المفروض اتعامل معاك ازاي. اتس اوكي ان احنا نتكلم مع بعض، انا بحب الناس تتعامل معايا ازاي، دي مش حاجه مش ما فيهاش اي مشكله. زي ما قلنا في حلقه قبل كده الاهتمام بيطلب، فجزء من طلب الاهتمام ده انه احنا نعبر عن انفسنا من البدايه، ما نستناش الشخص يشتكي عشان نعبر عن انفسنا. الحاجه الرابعه ان انت هتبقي محتاجه تراقبي افعاله ومش بس كلامه. وزي ما قلنا في الاول انا عارفه ان دي حاجه مجهده جدا ومش هتبقى مناسبه مع كل البنات، ولكن المناسبه معاهم زي ما قلنا احنا حاطين رولز من الاول وحاطين حدود واضحه وصريحه عشان نعرف نتعامل مع بعض. وطبعا زي ما قلنا ان لازم الوعي هنا يكون متبادل، ما ينفعش انت بس اللي تكوني عندك وعي وبتحاولي تتعاملي معاه صح وهو ما بيجتهدش ان هو يكون افضل. ومهم جدا انك طول الوقت برضو تسالي نفسك انت هتقدري تستحملي لحد ايه، وانت اصلا مستحمله ليه، وايه العائد عليكي من العلاقه دي، لان مش بالضروره خالص تقدري تعملي ده، خاصه لو نمط تعلقك قلق، لان دي هتبقى جحيم. دي علاقه اسمها علاقه الجحيم، انت تعلق قلق هو تجنبي او العكس، مش لازم افسر دلوقتي، بس دي علاقه جحيم. فبالتالي زي ما قلنا انت لو مش قادره تستحملي ده ما تستحمليهوش. بس اهم حاجه في كل ده ان انت ما تجريش وراه. والسؤال هنا بقى لو انت في علاقه مع شخص تجنبي قولي لنا بتتعاملي معاه ازاي. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن العلاقات اعملوا لنا فولو، وما تنساش ان انا هنا عشان بنوركم بس.